المرشح السابق لمجلس النواب الأردني الإعلامي شبلي حداد، أهلا وسهلا فيك بزاد الأردن. بالبداية شبلي حداد، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا سيدي. بعد خروجك من الوعكة الصحية اللي ألمت فيك، احكينا عن وضعك الصحي في البداية. والله هي يا أستاذ أحمد، أول شيء شكرا لك على هذا اللقاء وعلى هذه الضيافة اللي كانت مش متوقعة 100%، وأنت دائما صاحب فضل. فيا سيدي أنا شبلي حداد صارت معي وعكة صحية وأنا ماشي في الطريق. في عندي عملية صغيرة دائما بسموها البطنية الفتاق، ولكن أنا لحقت الموضوع في مستشفى الجامعة بالطوارئ. وعلى أثر هذه الوعكة دخلت مستشفى الجامعة من أجل العلاج، ومكثت هناك في القسم الباطني الطابق الثاني تقريبا 27 يوم، حتى انتهينا من بعض المضاعفات اللي قبل العملية، وتحت إشراف الجراح المميز المعروف فراس عبيدات ومساعديه والطاقم الجراحين، إضافة لبعض المساعدات من الممرضين والممرضات. الله يعطيهم الصحة. الحمد لله على السلامة يا أبو توفيق. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة. الإعلامي شبلي حداد إجا اليوم لموقع زاد الأردن بيحمل عتب على دولة رئيس الوزراء. ممكن تحكي لنا شو عتبك على رئيس الوزراء؟ سيدي، هذا الرئيس حسب ما هو أشاد فيه أمام مجلس النواب مرتين، قال أنا أعرفكم هذا الأستاذ شبلي حداد كنت أنا وياه بصف واحد، وهذا الرجل معرفتي فيه قديمة جدا. فأنا طبعا رحبت بحديث دولة الرئيس أمام بعض الوزراء والنواب، قلت يا سيدي كل التقدير والاحترام لك. وبلشت أنا صراحة أحضر لبعض اللقاءات معه، وقابلته حقيقة دولة الرئيس أبو زهير 4 مرات. مرة أثناء توليه هذا المنصب سلمنا عليه في رئاسة الوزراء، ومرتين في مجلس النواب، والمرة الرابعة في غرفة العمليات في انتخابات البلديات. ليش عتبان عليه؟ والله طلبت منه شغلات بسيطة جدا، على أساس أني أنا إنسان بعد الانتخابات أحتاج لمكان من أجل تغطية مصاريفي في إحدى الدوائر الحكومية أو في إحدى المؤسسات، كأكون مستشار إعلامي أو ناطق رسمي. وأنا كتخصصي بالإعلام معروف ونظيف بإذن الله من أجل مصلحة الأردن وتوجيهات سيد البلاد. فأنا ما عندي استعداد أجيب لا وزير ولا أجيب أي شخصية ولا شيخ شان يعرفني على دولة الرئيس. ما زال هو بيعرفني. شو الداعي اني انا اظل انتظر هذه السنين 3 سنوات لحد الان وانا بنتظر من دولته انه يقول لي ماذا تريد يا شبلي، علما انه في عندي موضوع مهم جدا طرحته امام معالي الاخ رياض ابو كركي في الديوان الملكي العامر شان سكن كريم عيش كريم، ولحد الان مواعيد وكتب للمسؤولين واتصالات ومواعيد من 3 سنوات ولا واحد لحد الآن من المسؤولين من دولة الرئيس والمساعدين ومن كل المسؤولين وبعض من المسؤولين في الديوان الملكي العامر، ديوان أبو حسين، ديوان سيد البلاد صاحب القلب الكبير، لا يعلم عني يمكن. وأنا أقول يا ريت إنه يوم من الأيام يصير حظ عندي إنه أقابل هذا الهاشمي الكبير صاحب القلب الكبير واشرح له مأساتي أمام المسؤولين بالدولة، من تضرب أبو زهير ومساعدينه وكل الوزراء الموجودين في المملكة الأردنية الهاشمية. شبلي حداد ليس معارضا، شبلي حداد دائما معارض للإصلاح وتوجيهات سيد البلاد بإذن الله حتى الممات. وهذا وضعي يا أستاذ أحمد مع دولة الرئيس. دولة الرئيس كان في وضع من الأوضاع يقول لي ما عندي شيء يا شبلي حداد، وحكى لي إياه عندما كان رئيس مجلس أمناء الزيتونة. طلبت منه أخ شبلي، والله يعني أنا شرحت له وضعك. والله أنا طلبت منه أكثر من مرة عشان أقابله، ولكن
كل اللي حواليه والمساعدين من عمر المفتي وجماعته يسمعوا مني وياخذوا العناوين وياخذوا الكروت. لا حياة من تنادي. هل أنا أردنيا ولا أنا مغترب جاي أعمل في الأردن؟ أنا ابن الأردن البار. أنا تربية والدي في بيتي، أنا وإخواني ربانا وعلمنا المدرسة والجامعة بالبيت المرحوم والدي، وإحنا تحت سيطرة سيد البلاد الهاشمي الأول في المملكة الأردنية الهاشمية أبو حسين ينطيه الصحة والعافية، هو وإخوانه وعائلته بإذن الله تعالى. طيب أنت بوجهة نظرك يعني رئيس الوزراء شو المفروض يعمل لك؟ رئيس الوزراء على الأقل يناديني، يعلم هو عارف إنه ظروفي، هو بتطلع على الإنترنت وبتطلع على كل شيء. تعال يا شبلي شو المطلوب؟ هل أنا عبء على دولة الرئيس؟ أنا دولة الرئيس بحترمه، بضل واحد منا بلقاوي أصلي، مازال هو عرف على نفسي وأنا وياه بصف واحد. لماذا لا يكمل المشوار مع شبلي حداد؟ ما عندي لا شيخ ولا وزير إنه أجيب له عشان يتوسط لي. اسمي هو واسطتي النظيف أمام الأردن وأمام الدول العربية والخليجية اللي بحبوني وبيشيدوا في مواقفي كوطني لمصلحة الأردن وتوجيهات أبو حسين الله يعطيه الصحة والعافية. هذا هو وضع شبلي حداد. لو بدك توجه رسالة لرئيس الوزراء شو بتحكي؟ بدي أقول له يا دولة الرئيس الدنيا مش دايمة، أرجو من الله من رب العالمين من جميع الأنبياء محمد وعيسى وموسى مقابلتي لك لا تزيد عن 10 دقائق واشرح لك. إذا حبيت الله يحييك، ما حبيت أنا أطلب من رب العالمين أن ينصفني أمامك. وشكرا يا أبو زهير، شكرا يا أبو زهير. أنا إنسان دائما بقدم الواجب. يوم سمعت عن المرحومة الشيخة زوجتك كنت في مقدمة المعزيين، هذا واجبي. هذا يدل أني أنا ليس حاقد لا على رئيس وزراء ولا على أي وزير. أنا وطني أردني يجب أن تهتم فيه اهتمام كبير كإعلامي معروف على مستوى محلي وعربي ودولي. صار اسمي يا دولة الرئيس شبلي حداد، ما عمره كذب ولا نصب ولا سرق. فأنا أرجوك، والحديث حامي قبل انتهاء المدة اللي فيها النواب النشامة لحد الآن ما عملوا شيء للأردن. أنا أرجوك أن تختار اليوم اللي بيناسبك وأنا بكون بين يديك ويعطيك الصحة والعافية وتظلك دائم لسيد البلاد بإذن الله. شكرا جزيلا يا أبو زهير. طيب أبو توفيق، أنت يعني شخص معني بالشأن البرلماني ومرشح سابق لمجلس النواب الأردني. على عجالة ممكن تعطيني تقييمك لأداء مجلس النواب الحالي؟ يا سيدي مجلس النواب دائما احنا أملنا الكبير فيه أن لا يضيع الوقت سدى بالمناكفات وبالضرب وبالمسدسات وبسن القوانين وبنقاط النظام، نقطة نظام وما غيرها. يهتموا بالأردن، شباب الأردن أولا اللي دايرين بالشوارع بلا شغل، أن يكون عندهم علاقات متينة جدا مع الدول العربية والخليجية والأوروبية من أجل استقطاب أكبر عدد ممكن من الاستثمارات لاقتصاد الأردن اللي تراجع، وخاصة لتشغيل الفقراء والمساكين في المملكة الأردنية الهاشمية اللي لقمتنا راحت للأغراب واحنا بنتفرج. احنا دائما مضيافين الأردنيين. دائما يقول سيد البلاد، دائما يقول الأردن أولا والإنسان أغلى ما نملك، وهذا أقوال المرحوم طيب الله ثراه الملك حسين. يقول دائما الأردني أولا، لازم تطبق هذه، والأردني دائما رافع الرأس بإذن الله تعالى. ولكن على دولة الرئيس أن يعمل الآن في نهاية هذا البرلمان من أجل يعطي نتائج مرجوة، وزملائه الوزراء وخاصة مجلس النواب ال 150 شخص اللي لازم يكون عندهم بالفعل الهمة والعلاقات الدولية من أجل إرجاع الاقتصاد الأردني واستقطاب الاستثمارات اللي احنا المرجوة من أجل تشغيل العمال الأردنية، وخاصة في منطقة الجنوب اللي هي صحراء
قاحلة مضيناها بتضييع الوقت. شدوا همتهم في آخر مرحلة النواب، لا يمنع يا ريت من البداية كانوا في هذا المستوى، ولكن كانت المناكفات والضرب والشتائم شيء لا يصدق وشيء مخزي. فيا سيدي يا دولة الرئيس، أرجو من رب العالمين أن الأمور تتصلح في نهاية هذه السنين ونهاية هذا البرلمان، ليكون برلمان قادم ناجح شفاف من أجل مصلحة الأردن ومن أجل مصلحة الأخوة الفقراء والمساكين، وتوجيهات سيد البلاد اللي دائما يطلبها من مجلس النواب، وأن يكونوا دائما رجالا أوفياء لمصلحة الأردن. هذا هو شبلي حداد. شبلي حداد برنامجه لن يتغير، سأقومه وأفعله وأطوره للمستقبل، وأطور شغلات كثيرة جدا للمرأة الضعيفة الفقيرة في أطراف الأردن. مشروع قانون حماية المرأة اللي بأطراف الأردن الميتة من الجوع. وأنا دائما وأبدا أطلب من طاولة الرئيس والحديد حامي، إذا أراد أن يساعدني الله يحييه. أنا أحيي أحد الوزراء المحترمين أمين عمان الكبرى أبو الليث، اللي بالفعل دعمني بعض الشيء أثناء وجودي في هوا عمان الإف إم، اللي أنا بكون متواجد فيه من سنتين دائما في الأسبوع مرتين، الثلاثة والسبت، من أجل مصلحة العاصمة الأردنية. وأنا أتحمل كل كلمة أقولها وأحاسب عليها إذا أنا غلطان. دائما أنا فزعة بإذن الله لمواقف سيد البلاد وما يطلبه سيد البلاد توجيهاته كمواطن أردني صالح، أنا وإخواني وزملائي الشرفاء في هذه الديار العامرة المملكة الأردنية الهاشمية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو توفيق، راح تنزل الانتخابات القادمة؟ والله إذا الله أحيانا بإذن الله، ولكن أنا أطلب طلب واحد، إنه يصلحوا على عملية الكتل المحافظات، لأنه كتل المحافظات رايحة تقضي. كتل المحافظات خاصة إذا بلشوا فيها السياسيين والمال السياسي راح يقضوا على الأسماء الشرفاء في هذه المنطقة. بدنا نطلب من الجهات العليا ودولة الرئيس ومجلس النواب أن يضيفوا كتلة وطن لكتل المحافظات، من أجل أن يظهروا الشرفاء اللي هم دائما همهم الأردن أولا وتوجيهات سيد البلاد. يعطيك العافية. الله يعافيك. شكرا.